السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. شهدت ولاية بومرداس فاجعة مرورية مؤلمة إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر سحيق يبلغ عمقه حوالي 30 مترا، وذلك على مستوى الطريق الاجتناري الرابط بين حي بالرحمون ومنطقة الكرمة. الحافلة المنكوبة كانت قادمة في رحلة من ولاية سطيف متجهة نحو العاصمة. وفقا لآخر بيان رسمي صدر عن المديرية العامة للحماية المدنية، ارتفاع حصيلة النهائية الراهبة للحادث لتسجيل 27 حالة وفاة و42 جريحة. سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات ضخمة لإنقاذ شملت 3 شاحنات إنقاذ و31 سيارة إسعاف لتقديم إسعافات أولية وإجلاء الضحايا. تنقل وزير الأول سيفي غريب ورفق وفد وزاري وأمني إلى موقع الحادث ومستشفيات بومرداس والجزائر العاصمة لمتابعة سير عمليات التكلف الطبي بالمصابين. أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام مع التنكيس على الإعلام الوطني عبر كامل التراب الوطني. أكد رئيس الجمهورية أن العدالة ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث، واصفا المتسببين في مثل هذه المجازر بمجرمي وإرهاب الطرقات. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الأرواح الطاهرة بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أمهاتهم وعائلاتهم، ويلهمهم الصبر والسلوان. كما ندعو بالشفاء العاجل والكامل لجميع الجرحى والمصابين. إنا لله وإنا إليه راجعون.